السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة بقى هنعمل مع بعض طواجن رز بلبن، مش رز معمر، رز بلبن، بس حطيته في طواجن كده في الفرن بطريقة سهلة وجميلة وبسيطة. يلا بينا نشوف عملنا الكلام ده ازاي. يلا بينا. هنعمل بقى الرز بلبن، مش رز معمر تشوفيه تقول عليه رز معمر، لكن هو رز بلبن في الفرن. اول حاجة غسلت كوبايتين رز اهون وحطيتهم في حلة على النار، واحط قيمه كمان كوبايتين ميه اهي، ميه كده اسلقهم من الاخر يعني. هسلقه كده نص سلقه او نص سوا كده في الميه السخنه، واغطي عليه واسيبه بقى. يا جماعه هو الرز شرب الميه بتاعته خالص خالص اهو. هقوم كبه بقى على طول اهو كيلو ونص لبن اهو. اهو يا جماعه كل حاجه قدامكم اهو. ده يا جماعه رز بلبن في الفرن، مش رز معمر، ما حطيتلوش سمنه ولا حاجه. الرز المعمر بنحط له سمنه وقشطه والكلام ده كله، لا ده اهو كل حاجه قدامكم اهي. اهي يا جماعه احط بقى انا حطيت اهو اللبن، ناقص احط السكر. شوفي انت الحاجه بتحبيها مسكره قوي ولا نص نص ولا تحط السكر بتاعها. بس هحط السكر بقى بتاعي على قد ما انا هحط كوبايه ونص بس. اهو يا جماعه حطيت السكر اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يا جماعه حطوا اللايك، ما تنسوش يا جماعه تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه وتشيروا كده الفيديو مع اصحابكم كده وتدعمونا اهو. غلي اهو. اول ما لقيته ابتدى يعمل فقاقيع كده هحطه بقى في الطاجن اهو. وكده اهو يا جماعه اهو عبيته في الطواجن اهي. هحطه في الفرن بقى بس. يبقى انا حطيت لبن وسكر فقط، ما عملتش اي حاجه، وهتشوفوه تقول عليه رز معمر مش رز بسكر ده. يلا بينا على الفرن على طول. اهو يا جماعه بعد ما الطواجن طلعت، الطواجن الرز ابو لبن اللي انا عملته في الفرن، مش رز معمر بسكر، لا انا عملت رز بلبن وحطيته في الفرن عشان يعمل وش كده واللون الجميل ده يا جماعه كان الرز بلبن بتاعنا. الطاجن الكبير ده انا معرياه علشان ادوق اشوفه استوى ولا ما استواش، ففتح كده عشان ادوق بالمعلقه اشوف استوى ولا ما استواش. وهو يا جماعه ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا لنا في القناه. باي باي.